مرحبا، اسمي بنان الأخرس مع مكتب ريد إيغل للمحاماة. يدور هذا الفيديو حول دعوى قضائية جماعية يتيحها مكتب ريد إيغل للمحاماة لمقدم طلبات تأشيرة فئة التفضيل العائلي من 19 دولة تم حظرهم بسبب حظر السفر الذي أقره الرئيس ترامب. هذه الدعوى هي فرصة للعائلات من فئة تفضيل الأسرة المتقدمين للحصول على التأشيرة للطعن في شرعية حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب في 4 يونيو 2025 والذي أصبح سريع المفعول في 9 يونيو 2025. سنقوم برفع هذه الدعوى في إحدى المحاكم الأمريكية والتي سيحددها المحامي بعد اكتمال الإعداد. هناك تواريخ مهمة يجب تذكرها. الموعد النهائي للمشاركة هو يوم الجمعة 15 أغسطس 2025. تقديم الدعوة هو يوم الجمعة 29 أغسطس 2025. للمشاركة في هذه الدعوة يجب على مقدم طلب التأشيرة الأساسي من فئة التفضيل العائلي F1 أو F2A أو F2B أو F3 أو F4 التالي. لديك تاريخ أولوية حالي في الرسم البياني ألف من نشرة تأشيرة أغسطس. أكملت وقدمت طلب DS-260 الخاصة بالعائلة. يجب أن تكون مواطناً من بلد متأثر. البلدان المتأثرة هي أفغانستان، بورما، بوروندي، تشاد، جمهورية الكونغو، كوبا، إريتريا، هايتي، إيران، لاوس، ليبيا، الصومال، السودان، سيراليون، تركمانستان، توغو، فنزويلا واليمن. إفصاحات مهمة. نحن نتابع هذه الدعوة الجماعية لأننا نؤمن بحقك في تحقيق نتيجة عادلة، وسنكافح بجد للدفاع عنك. لكننا نريد أيضاً أن نكون شفافين. في حين أننا متفائلون وملتزمون، لا يمكننا أن نعد بالنجاح. التقاضي بمثل هذه القضايا يحمل عدم اليقين، وقرارات المحكمة خارجة عن سيطرتنا في نهاية المطاف. نطلب من جميع المشاركين أن يكونوا متفائلين، ولكن أيضاً مع توقعات واقعية حول ما يمكن أن يحققه الإجراءات القانونية وما لا يمكن تحقيقه. بالإضافة إلى ذلك، من المهم للمشاركين في هذه القضايا أن يفهموا أن التقاضي يستغرق وقتاً. لن يكون واقعياً الجزم بأن يكون لهذه الدعوة القضائية نتيجة إيجابية خلال الأشهر القليلة الأولى، فغالباً ما تستغرق الدعاوى القضائية التي تتحدى السياسات الحكومية سنة أو أكثر للوصول إلى المرحلة التي يرى فيها المدعون نتيجة نهائية. تكلفة الانضمام لهذه الدعوة ستكون أتعاب المحاماة للمشاركة كمدعين في الدعوة $1000 لكل مقدم طلب تأشيرة أولية من فئة التفضيل العائلي. تشمل هذه الرسوم تكلفة مشاركة جميع المستفيدين الفروع مثل الأولاد بغض النظر عن حجم الأسرة. أتعاب المحاماة مستحقة قبل التمثيل. لن يتم قبول الدفعات المؤجلة أو التقسيط أو خطط الدفع المستقبلية مع هذه الدعوة. كيفية المشاركة. للإعداد لهذه الدعوة القضائية قم بزيارة هذه الرابط للبدء. إذا كانت لديك أسئلة حول الإعداد لهذه الدعوة القضائية فيرجى الاتصال بي. شكراً لك.